الذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، وتنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، نشرت القوات المسلحة الملكية بشكل مستعجل وسائل بشرية ولوجستية مهمة جوية وبرية، وكذا وحدات تدخل جراحي متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ ومستشفى طبي جراحي ميداني. وفي هذا الإطار أعطى جلالة الملك حفظه الله تعليماته السامية بهدف مواصلة كافة أعمال الإنقاذ بشكل عاجل على الصعيد الميداني، وكذا من أجل الإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة في أقرب الآجال، التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، التكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية، تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب ومواكبة المواطنين في المناطق المتضررة. وبهذه المناسبة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته حفظه الله الكامل، كما تجسد زيارة صاحب الجلالة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس العناية الملكية السامية التي يحيط بها جلالة الملك حفظه الله ضحايا زلزال الحوس، وتكرس التكافل القائم بين جلالة الملك حفظه الله وشعبه في السراء وفي الضراء، بما يمكن المملكة المغربية من تجاوز الأزمات والتطلع إلى المستقبل بإقدام وبعزم.